لو حضرتك مهندس وعايز تقعد قاعدة على النيل دايركت في الزمالك، والنادي لسه مطورينه، فهتلاقي كل شيء هناك لسه جديد مش متهالك، وممكن تاخد جولة نيلية ممتعة جدا سواء بالنهار أو في الظلام الحالك. يبقى تاخد أسرتك الجميلة وتنطلق على نادي المهندسين فرع الزمالك. تعالوا نشوف كل حاجة مع بعض بالأسعار والقعدة والمركب اللي هناك والكيدز اريا، وكمان نشوف المصايف وأسعار الاشتراكات في النادي. يلا بينا. نادي المهندسين فرع الزمالك بعد التطوير يعتبر خروجه رايقه على النيل ومريحه جدا للاعصاب. بالنسبه للدخول بقى، المهندس طبعا مجانا بكارنيه نقابه وتيكت دخول المرافق ب 25 جنيه. بالنسبه للوكيشن بتاعه بقى، موجود في 27 ابو الفدا في الزمالك على النيل على طول. هتلاقوه قبل نادي تجديف طلائع الجيش على طول، عشان كده هتشوفوا دايما مراكب التجديف اللي قدامكم دي. والنادي فيه برايفت باركنج قدامه على طول لو عايز تركن عربيتك فيه. هو مساحته صغيره شويه وملوش تيكت محدد تبع النادي على فكره، عشان برضه تبقوا عارفين. تعالوا بقى ندخل النادي ونشوف كل القعدات اللي موجوده فيه بالتفصيل. اول قعده واحلاها من وجهه نظري اللي انتوا شايفينها قدامكم دي على النيل على طول. وفي ترابيزات صف اول على النيل، وفي صف تاني جنبه على طول برضه. وده الفيو اهو من القعده اللي بقول لكم عليها دي. النيل تحتيك على طول، وحاجه اخر روقان وهدوء نفسي. وهوري لكم منيو النادي برضه اخر الفيديو عشان تبقوا عارفين كل حاجه. وفي قاعدة تانية اللي قدام الكيدز اريا دي، الليفل بتاعها اعلى من الاولى بشوية. ودي القاعدة التالتة اللي بصور لكم منها دي. ودي الليفل بتاعها اعلى حاجة في النادي. بتبقى رايقة معظم الوقت وفاضية كتير عن القاعدة تحت طبعا. وده الفيو قدامك اهو، شايف برضو النيل كله لانهم عاملين حاجز ازاز. فانت قاعد وشايف النيل كله عادي. بعتذر لكم عن التصوير لو مش واضح شوية، لان الوقت ده ضوء الشمس بيبقى جاي من اتجاه النيل فضارب في الكاميرا، معلش. نيجي للكيدز اريا بقى. في كيدز اريا صغيره كده في النادي اللي قدامكم دي، واللعب بتاعتها بحالتها ومش متهالكه. التيكت بتاعها النص ساعه ب 40 جنيه، ما عدا عروسه دواره كده بتشتغل بالكهرباء دي لوحدها ب 20 جنيه. ومن احلى الحاجات بقى هنا انك ممكن تاخد جوله نيليه حلوه في المركب اللي انتوا شايفينها دي تبع النادي هنا. التيكت بتاعها ب 25 جنيه للفرد، سعر طبعا مدعم مش هتلاقيه في حته. وفي جزء صغير كده برايفت للصيد اللي موجود قدامكم ده للي حابب يصطاد برضه. تعالوا نشوف بقى الجوله النيليه سريعا كده. الجولة النيلية دي بتاخد في حدود نص ساعة، والمركب بيطلع بأفواج على طول من النادي ورا بعضهم، في حاجة محترمة قوي بصراحة. وطبعا الجولة بتبقى ممتعة وبتفصل فيها شويتين كده في هدوء نفسي بعيدا عن الدوشة. وزي ما انتوا شايفين بتشوفوا بقى الفنادق العائمة والبيوت القديمة اللي على النيل وحبة حاجات جميلة جدا. ومن ضمن الحاجات الجميلة برضو اننا بنعدي على ممشى اهل مصر وبنشوفه قدامنا زي ما حضراتكم شايفين كده. بنشوف بقى الكافيهات والمطاعم بتاعته وديكورات الممشى والكلام ده. والمرحلة اللي قدامكم دي اللي هي المرحلة بتاعت الزمالك طبعا. وبالليل كمان بنشوف الإضاءة والديكوريشن، حاجة جميلة جدا. واللي متابعني انا اتكلمت عنه الفيديو اللي فات بأسعاره ومواعيده وموقعه ومواصلاته وكل حاجة. للي ما شافوهوش هسيبه لكم في صندوق الوصف تحت للي حابب يعرف عنه اي حاجة. ففي المجمل الجولة النيلية دي جميلة قوي، نصيحة ما تفوتوهاش لما تروحوا النادي هناك. نرجع لموضوعنا بقى وتعالوا نشوف بقية النادي نفسه. النادي برضو بعد التطوير اختلف تماما. زي ما حضراتكم شايفين كده، في جرين اريا جميلة وممرات محترمة، مفيش حاجة مكسورة ولا محتاجة صيانة. زي ما انتوا شايفين الجناين في الجزء اللي هناك ده الأطفال بتلعب عليها وكده. طبعا اللي عايز بقى كيدز اريا كبيرة جدا وحمامات سباحة، يروح نادي المهندسين في 6 اكتوبر، حاجة عظمة أحسن من النوادي البرايفت كمان. هيظهر لكم في آخر الفيديو للي حابب يشوفه. وده بقى منيو المطعم والكافيه. دوس ستوب وزوم لو عايز تشوف الاسعار بدقه يعني. ادي اسعار السندوتشات اهي، سندوتش الكفته على الفحم ب 28 جنيه. وعلى القهوه اهي اسعار الكابتشينو والنسكافيه والكلام ده. ودي العصاير الفريش اهي المانجا ب 28، يعني اسعار مدعمه مش موجوده في حته. وفي هنا مصايف تبع النادي اهو. اول واحده قريه جرين ليفز في الساحل الشمالي ب 14300. والتانيه نيو بالاس في مطروح ب 4200. والتالتة شقق كوين هوم في مطروح برضو ب 10400. ورابعة شقق السماح في مطروح بسبعة ونص. زي ما حضراتكم شايفين كده قدامكم كل حاجة. ودي بقى اسعار اشتراكات العضوية 2025. كل انواع الاشتراكات اللي حضرتك محتاجها موجودة قدامك اهي، عشان تبقوا عارفين كل حاجة بالتفصيل برضو. الشمس راحت اهي، قلت اصور لكم القعده اللي فوق تاني عشان يبقى الفيو واضح اكتر. زي ما انتم شايفين النيل قدامكم والفيو جميل قوي برضو. وزي ما قلت لكم هي دايما رايقه غير الدوشه اللي تحت شويه. يعني احنا كده المغرب والترابيزات اللي على النيل تحت كومبليت على الاخر، مفيش ولا ترابيزه فاضيه. وهنا مفيش غيرنا، فهدوء على الاخر. وطبعا بين كل حين والاخر بتعدي المراكب، ومعظمها من بتوع ممشى اهل مصر اللي وريتها لكم من شويه. وبيبقوا عاملين جو وحبه هيصه كده زي ما حضراتكم شايفين. لو عايزين تشوفوا بقى ريفيو نادي المهندسين بتاع 6 اكتوبر، دوسوا على الفيديو اللي ظهر لكم اللي بشاور لكم عليه ده، حاجه عالميه بجد.
وما تنساش بقى تعمل سبسكرايب على طائر البطريق اللي بيبص لك تحت ده لو انت مهتم بأماكن الفسح والرحلات، وشرفوني برأيكم في الكومنتات، واشوفكم بقى الفيديو الجاي ان شاء الله.